عرفت ان فلان السبب في ده. حسد. بنحسد بعض على ايه؟ بنحسد بعض على قسمة قسمها الله تبارك وتعالى. من الذي قسم ووزع الأرزاق؟ مش بتاعتك. أخوك المسلم ربنا موسع عليه، معطيه أو أعطاه شيء مش عندك، قسمة لا يعلمها إلا المالك. وربنا ما بيظلمش حد. وما ربك بظلام للعبيد أبدا. والله هتلاقي اللي عنده مال عنده أعباء ومشاكل وضغوط نفسية وضغوط فكرية، وتلاقي عنده أمراض جسدية، بس أنت مش شايفها. أنت خدت منظور واحد فقط. راكب سيارة فاخرة، عنده بيت تمليك أو عنده فيلا، أنت خدت من جانب واحد. ادخل حياته بقى وتوغل فيها كده. ممكن يكون عنده زوجة نكدية منكدة عليه عيشته، عنده ابن عاق مدمن مخدرات كل يوم بيلف بيه على المصحات، عنده أمراض خفية هو مداريها، عنده أمراض جسدية. ممكن يكون معاه مال وما يقدرش ياكل الأكل البسيطة اللي انت زعلان عليها، اللي مش عاجباك. مع ان العلماء علمونا ان ادنى درجات الرزق، تخيل ادنى درجات الرزق المال، واعلى درجات الصحة، اعلى درجات الرزق الصحة. ان انت تكون صحيح، تاكل بنفسك بايدك، تغسل وتغتسل او تغتسل نفسك كده بايدك بدون ما يطلع على عورتك احد. افهم الكلام ده. الناس الكبيرة واجدادنا وابائنا كان دايما ما عندهمش الا دعوة واحدة: يا رب ما تموتنيش الا وانا بصحتي. واحنا ما كناش بنبقى فاهمين ليه. يقول لك يا ابني ربنا يكفيك شر كثرة النفس، ان حد يشيلك ويحطك ويأكلك ويشربك ويغسلك ويلبسك. موضوع صعب. زي واحد بيقول له لصاحبه: أين نحن عندما قسمت القصور والأبراج؟ هو ربنا كان فين لما كان بيقسم على الناس العمارات والأبراج والقصور؟ خدوا من ايده ووداه مستشفى. قال له: وأين نحن عندما قسمت أو وزعت الأمراض؟ مش كان ممكن يخلينا مع دول؟ انت بس باصص للغنى فقط. ما احنا الحمد لله احنا مش من المرضى ولا نايمين على فراش المرض. في نعم كثيرة انت فيها لا تعد ولا تحصى. نعمة الصحة دي بالدنيا وما فيها، والله بالدنيا وما فيها. ان انت بصحتك دي نعمة وفضل من عند الله. لا الله يا الله. اسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين